لأنه كل 12 سنة مرة ليدخل ببرجك ببيتك الأول يا مواليد برج السرطان. ونقول مرحبا لأصدقائي لكل مواليد برج السرطان. وأخيرا وصلت لعندي أنا آلاء عقرباوي، واليوم رح أعملكم قراءة عن شهر يونيو حزيران 2025. بتمنى لكم مشاهدة وقراءة ممتعة ولطيفة وتسهل عليكم الشهر بإذن رب العالمين. أول إشي أهم إشي، هابي بيرثداي لكل أصدقائي مواليد برج السرطان، وأنا معاكم بدنا نحكي هابي بيرثداي لكل حدا قرب عيد ميلاده، وإن شاء الله يا رب تكون سنة إنجاز وسنة تحقيق الأمنيات وتحقيق الأحلام والأشياء اللي أنتم نفسكم فيها. يا رب هاي السنة تكون مليانة إنجازات لكم كلياتكم، وأتمنى لكم فيها كل السعادة من كل قلبي. بحب أعرف أنتم بأي يوم وأي شهر تاريخ ميلادكم، كتير بحب أعرف، لأنه بدي أعرف مين توأمي. أنتوا حطوا لي بالكومنت شو يوم وشهر ميلادكم، وأنا رح أعلق على توأمي. أوكي؟ توأمي بالشهر واليوم. القطعة رح أحكيها هلأ ضروري كلياتنا نسمعها، أنا حكيتها لكل الأبراج، فيها أشياء لطيفة، ورح أحكي بالتحديد الأيام اللي كتير حلوة عليكم فيها حظوظ، والأيام اللي رح أحذركم منها. حنحكي عن تراجع الكواكب، وفي عنا كمان قمر جديد، وعنا كمان قمر مكتمل، وعمليات عبور للكواكب بشهر يونيو حزيران 2025. حيصير بهذا الشهر توسع عاطفي كتير كبير، وكوكب المشتري حيعمل دخول برضه كتير ضخم وعظيم ببرج السرطان. وحنشوف الجزء الثالث من عبور كوكب زحل كمان، حيتسلط الضوء على النمو العاطفي أكتر هذا الشهر. وعنا كوكب زحل الحمل حيطلب منا انضباط شخصي أكتر من قبل. ووجود كوكب نبتون كمان حيكون مثل موازنة أحلامنا، مثل الأحلام والواقع، يعني ما نكون نحلم كتير، ما نكون نطلع للأشياء للإكستريم بدون ما نكون واقعيين شوي ونتأكد إذا هذا الإشي حيتحقق ولا لا. فرح نكون متوازنين بين أحلامنا وواقعنا. وفي أشياء كمان حتدور حول الاستقرار مقابل التغيير، لأنه أي إشي بدنا إياه فأكيد في إشي مقابل بدنا نقدمه. فنحن لازم نتحمل التغييرات اللي رح تصير، هي ما رح تكون إشي مخيف علينا، بالعكس رح تكون إشي لطيف، والخضات شوي اللي رح تصير فطبيعي هذا الإشي بس نتحمله رح نحصل على الإشي اللي بدنا إياه، واللي هو الاستقرار. في كتير كواكب حتعبر برج السرطان هذا الشهر، وحنشوف اكتمال القمر كمان ببرج القوس. وفي عنا تربيع بحزيران يونيو، هذا التربيع حيخلينا ناخد خطوات عملية على فكرة، ونتكيف مع الظروف الجديدة. بدي منكم تحاولوا ما تضلوا مركزين على المثالية بالنسبة لحياتكم، يعني أو بالنسبة لتصرفاتكم أو تصرفات الغير، أو بنفس الوقت يعني ما نكون كتير مثاليين، وبنفس الوقت ما نتهور، نحاول نكون طبيعيين، حل وسط يعني. يس ما نتهور كتير وما نكون كتير ستريت أو نكون كتير مثالية، لأنه ما في مثالية طبيعي بالحياة. شهر يونيو حزيران هو من أكثر الأشهر حظاً بسنة 2025. هلأ بحكي لكم ليش. هلأ بدي أحكي عن الأيام بالتسلسل بشهر يونيو حزيران 2025. بيوم 5 يونيو حزيران حنشوف كوكب الزهرة عم بنتقل لبرج الثور، كوكب الحب والرومانسية والجمال والمتعة والملذات المادية، اللي هو أكيد كوكب الزهرة. حيجيب لنا الاستقرار بالعلاقات. مع هذا الانتقال اللي حابب يعمل تغييرات جمالية، عمليات تجميل أسنانه، أشياء بوجهه، زراعة شعر جسمه، أي إشي من هاي الأمور التجميلية، هذا الوقت المناسب لهاي الأمور الجمالية. وبيوم 8 يونيو حزيران 2025 حنشوف كوكب عطارد بدخل لبرج السرطان. حتحس بهذا الوقت إنك أنت ويلي حواليك عم تحكوا بطريقة عاطفية أكتر بكتير ما هي منطقية. وبيوم 9 يونيو حزيران 2025 حنشوف كوكب المشتري ببرج السرطان. هذا العبور حيكون إيجابي تحديداً للأبراج المائية، يعني في تطور ونمو عاطفي ببيت العيلة، لأنه كوكب المشتري هو كوكب التوسع والحظ والوفرة بكتير أشياء، فرح يبارك لك بكتير أشياء ورح يوفر لك كمان كتير أشياء.
وبيوم 15 يونيو حزيران 2025 حيصير تقلبات بالأمور المالية والأسواق والأسهم. ممكن يصير صراعات على المال أو مخاطرات بالمال، يعني يصير شوية سوء تفاهم أو مشاكل على المال أو مخاطرات، ناس تجازف تحط مبالغ كتير كبيرة بالأسهم بالعملات الرقمية وهاي الأمور. بنفس اليوم 15 يونيو حزيران حنشوف كوكب المشتري بتربيع مع كوكب زحل الحمل. حينطلب منا هذا الوقت إنه يصير عنا انضباط أكتر. ممكن كمان نحس إنه عم بنشك بحالنا بقدراتنا بهذه الفترة على فكرة. يعني ممكن نقول أنا ما بقدر أعمل هيك، أنا ما بقدر أشتغل هذا الشغل، طب مستحيل يقبلوني بهذا الشغل، فعم نشكك بحالنا وبقدراتنا وبثقتنا بحالنا. وبهاي الفترة كمان حيتسلط الضوء بين رعايتنا للآخرين وبين أهدافنا الشخصية. حنحس حالنا انقسمنا نصين، إحنا عم نساعد اللي حوالينا بنوقف جنبهم، وبنفس الوقت عم نلحق ورا أشيائنا، ورا الأشياء إحنا بدنا إياها، ورا أهدافنا. فبنحس حالنا شوي مرهقين بسبب هذا الشق أو بسبب هذا الصراع الداخلي. وكيف بدك كمان تخلق توازن، رح تصير تحكي كيف بدي أخلق توازن، طب أنا عندي شغل وعندي ضغوطات وعندي كذا، وبدي أساعد كمان حدا من عيلتي أو أساعد صديق إلي أو شو من كان. يس، فحتحس حالك عم تحاول تخلق هذا التوازن. وبيوم 17 يونيو حزيران 2025 حيدخل كوكب المريخ برج العذراء. حتحس مع هذا العبور إنك حابب تكون عملي أكتر أو بدك تكون عملي أكتر، بدك تواجه المشاكل القديمة، الأشياء اللي أنت تركتها أو تراكمت عليك أو ما انتبهت لها أصلا. عم تحاول تحل هاي المشاكل وتنظم حياتك. وبيوم 18 يونيو حزيران 2025 حنشوف كوكب المشتري بتربيع مع نبتون الحمل. حنحاول نكون مركزين بهاي الفترة وواقعيين كمان أكتر مع هذا التربيع اللي رح يصير، لأنه هذا التربيع هيخلينا نرفع سقف توقعاتنا بالأشياء، يعني نرفع سقف توقعاتنا ونحلم بالمستحيل، سواء مواقف أو أشخاص أو شو ما كان. وبعد وقت رح نحس بخيبة الأمل. فأنا هون رح أحذركم، ديروا بالكم من إنكم ترفعوا سقف توقعاتكم بأشياء ممكن تكون مش حقيقية أو ممكن تكون فيها نفاق، فديروا بالكم. وبيوم 20 يونيو حزيران 2025 حنحس إنه نحن عاطفيين وحساسين أكتر، وبدنا نعمل أمان عاطفي، عم نركض ورا الأمان العاطفي والاستقرار العاطفي. وبيوم 24 يونيو حزيران 2025 حنشوف اقتران الشمس مع كوكب المشتري. هذا الاقتران بصير كل 12 سنة مرة واحدة بس، تخيلوا. فعشان هيك أنا بقولكم أكتر الأشهر حظاً بسنة 2025 هذا هو السر، إنه كل 12 سنة بصير هذا الاقتران بشهر يونيو حزيران، أو بسنة 2025 يس رح يصير هذا الاقتران. حنشوف الحظ والفرح والسعادة بهذا الوقت بإذن رب العالمين، وحنشوف الحظ والسعادة والفرح بإذن رب العالمين بهذا الوقت. وبيوم 26 يونيو حزيران 2025 حنشوف كوكب عطارد بدخل برج الأسد. حتكون الأمور بتتعلق بالقيادة والتعبير عن الذات أكتر. حيكون في محادثات عاطفية ورومانسية، وبتحب تحكي عن حالك أكتر رح تحس بهاي الفترة. وبتحكي عن إنجازاتك كتير على فكرة بهاي الفترة، يعني رح تحس يس في أشياء، لأنه برج الأسد هو برج ناري، برج الآنة، فرح تحس فعليا أنك حابب تحكي عن الآنة تبعتك. وبيوم 29 يونيو حزيران 2025 حنشوف كوكب عطارد بيواجه كوكب بلوتو الدلو. ممكن يصير تصادم بهاي الفترة بسبب هاي المواجهة، تصادم بالحديث مع ناس، مع نقاشات حادة، مع فلسفات. يس، فرح نحس حالنا عم ندخل بنقاشات حادة وأحيانا بتكون عقيمة. وهلأ خلينا نبلش تفصيلة لكم يا مواليد برج السرطان لقراءة هذا الشهر. عندك كواكب كتير يا مواليد برج السرطان عم تتحرك جوا برجك، انت معجوق، عندك ضيف رايح وضيف جاي، ضيف جاي وضيف رايح، عادي معلش مو عشان عيد ميلادك، حتى الكواكب جاي تبارك لك يا مواليد برج السرطان. وأهم هاي الكواكب اللي رح تفوت لعندك، هذا اللي بدنا إياه التقيل. تتذكروا بتوقعات 2025 كاملة لما قلت لكم بدي أجيب صورة، أعمل صورة إله وأحطها بغرفتي، على قد ما أنا صرت مش بس أحبه أعشقه. أهم كوكب طبعا هو كوكب مين؟ كوكب المشتري. هذا أهم كوكب رح يدخل عليكم يا مواليد برج السرطان. طب ليش هو أهم كوكب يا آلاء؟ بتعرفوا ليش؟ لأنه كل 12 سنة مرة
ليدخل ببرجك ببيتك الأول يا مواليد برج السرطان. شو بدكم أحلى من هيك؟ عندكم المشتري كوكب الحظ وكوكب التوسعة وكوكب الوفرة وكوكب البركة وكوكب الأشياء كتير حلوة بإذن رب العالمين. في أشياء مخبيت لكم إياها كتير حلوة، في أشياء بدي أحذركم منها، فبدكم تردوا علي. أوكي يلا. هذا الموضوع رهيب جدا على فكرة، إنه راح يدخل عندك كوكب المشتري. موضوع رهيب جدا وعظيم جدا. لإيش؟ للسفر، للتعليم، للاحتفال، والاحتفال بالإنجازات. عفوا انعجقت من الفرحة. بالإنجازات، بالزواج، بالخطوبة، بكتير أشياء. رح يعطيك كتير أشياء بإذن رب العالمين كوكب المشتري. كتار من مواليد برج السرطان وطالع كمان برج السرطان حيسافروا بهذه السنة بإذن رب العالمين، والسبب هو رح يأثر عليكم كوكب المشتري. وفي منكم كتار كمان مقدم للجامعة أو للكلية، وبإذن رب العالمين حينقبل بالتخصص اللي هو بده إياه واللي هو نفسه فيه. وفي منكم كمان حيجي شغل برا دولته ويسافر ويقعد فترة كتير طويلة ويكون فيها رزقة كتير حلوة. هذا الشهر يا مواليد برج السرطان في عندك أمر جديد، وحيكون وجهه كتير حلو عليك وخير عليك بإذن ربنا هذا الأمر، لأنه أفضل أمر عليك رح يكون طول سنة 2025 هو هذا بشهر حزيران يونيو، هذا الأمر الجديد. هلأ بدي أقرأ معكم الأيام بالتسلسل وشو رح يصير فيها أحداث. بيوم 5 يونيو حزيران 2025 عندك عبور كوكب الزهرة ببيتك 11 يا مواليد برج السرطان، يعني ببيت عيلتك، حياتك الشخصية، أصدقائك، هاي الأمور. حتطلع بهاي الفترة وتتعرف على ناس جديدة ويصير في عندك أصحاب جداد تنبسط معهم وتقضي وقت كتير طويل. واحتمال كتير كبير على فكرة تعمل حفلة مشاوي، تعمل حفلة هيك مشاوي وعشاء عائلي مع أصحابكم أو حتى مع العيلة بهاي الفترة ببداية شهر حزيران يونيو. وبيوم 8 يونيو حزيران 2025 حتركز على المحادثات مع الناس اللي على السوشيال ميديا أكتر إشي. حتصير تشارك الناس أشيائك اليومية، يومياتك، الأشياء اللي بتصير معك، الأشياء الحلوة. وتتواصل كتير مع ناس على السوشيال ميديا. هلأ رح أطلب منك يا مواليد برج السرطان ترجع معي لسنة 2013. هذه كانت آخر مرة بدخل فيها عندك كوكب المشتري لبيتك الأول. بدي إياك هون تتذكر شو كنت تخطط هداك الوقت ب 2013. إيش كانت خططك؟ وين كنت حابب تسافر؟ شو كانت أهدافك؟ شو كنت بدك تعمل بهداك الوقت؟ شو صار معك أحداث بال 2013؟ اكتب لي بالكومنت، بحب أعرف. لهيك هذه السنة في كتار منكم بإذن رب العالمين حيسافر لحتى يشتغل خارج دولته أو ياخد دورة تعليمية. وبيوم 11 يونيو حزيران 2025 حنشوف اكتمال القمر ببرج القوس بيتك السادس، حيجيب لك انتهاء وختام ومسك الختام. بس لإيش؟ لا ما تخاف، الأشياء كتير منيحة. هلا بقول لك بإذن رب العالمين حتلاقي طريقة لعلاجك من مرض كتير كان متعبك وإلك فترة طويلة عم بتعاني منه، وأخيرا بإذن رب العالمين رح تخلص منه هذا المرض وتتعالج منه بإذن رب العالمين. حدسك بهذه الفترة حيكون قوي كتير، وحتقدر تفرق بين الخطأ والصح وبين المنافق والناس الصالحة بحياتك. وحتعمل جدول لإلك ولصحتك ولنشاطك وتستمتع بهذا التغيير وتلتزم بهذا الجدول. وكمان حتحس بهذه الفترة إنه أخيرا ما في إشي رح يعطلك عن شغلك بهذا الوقت أو حتى عن سفرك، لأنه بالفترة الماضية كان كتير يطلع لك قصص ومشاكل وكذا تشغلك عن شغلك، تشغلك عن تخطيط للسفر وهاي الأمور. هاي الفترة رح تكون خير عليك بإذن رب العالمين، ولا إشي رح تخليك تركز بشغلك أكتر. ومع اقتران كوكب بلوتو شوف شو رح يفعل عندك يا مواليد برج السرطان. حتحس بتغيير عميق جدا جواتك، داخلك، ذاتك، عقلك، حتى الباطن. حتصير تحاول بالأمور الصعبة إنك تحلها وتعمل فيها وإنت متفائل هاي المرة، بدون ما تبكي، بدون ما تكون متضايق، بدون ما تكون تعبان، بدون ما تكون
متشائم أو شكاك من الأشياء اللي بدها تصير، لا هاي المرة حتكون متفائل، وكمان حتفكر بهاي الفترة إنك تعمل عيلة أو تنتقل من مكان لمكان. أو ممكن إذا في عندك صدمة لطفلك الداخلي أو كنت متعرض لصدمة وإنت صغير وكان في بقلبك حسرة يا مواليد برج السرطان، فبإذن رب العالمين رح تتشافى منها وحتتشافى منها بأقرب وقت. وبيوم 15 يونيو حزيران 2025 كوكب المريخ عم بيحضر حاله ليطلع من برج الأسد بيتك الثاني، وبيوم 17 يونيو حزيران 2025 حيطلع تماما ويروح لبيتك الثالث هو برج العذراء. حيكون كوكب المريخ عم بدور حول حياتك المهنية، مثلا إذا أنت عندك شغل خاص أو عم تشتغل إشي بإيدك وما كنت عارف كيف بدك تديره هاي الفترة، فعليا حتصير تعرف وحتصير تركز كتير منيح وتنجز فيه أكتر هذا الشغل وتطلع أحسن إنجاز عندك لأنك فعليا ركزت بشغلك. برجك يا مواليد برج السرطان حيكون هو تربيع لكوكب المشتري وزحل ونبتون في الحمل، يعني بيت حياتك المهنية، وحيكون هذا التربيع يعني في عندك في تغيير عندك بحياتك المهنية بشغلك بمجال شغلك، احتمال تغير شغلك أو تغير مهنة أو تضيف مهنة جديدة. حاول تكون متفائل يا مواليد برج السرطان وما تشك كتير عشان ما تتعب حالك وتتعب راسك، اللي بده يصير توكل على رب العالمين، وربنا صدقني رح يجيب لك أحسن إشي بالدنيا. ربنا رب الخير، فكيف ما رح تستنى منه الخير؟ بلا رح يجيك، بس ما تشك كتير. بيوم 20 يونيو حزيران 2025 حتدخل الشمس لبرجك بيتك الأول، يعني هذا الموسم موسمك يا مواليد برج السرطان، لأنك أنت حتكون بتجذب الانتباه بطريقة مفرطة بدون أي جهد منك. على فكرة حتشد انتباه اللي حواليك لشكلك، جسمك، مظهرك، لبسك، مشيتك، كيف طاقتك هيك حلوة، احترامك لذاتك ولحالك، فعليا حتكون ملفت جد بهذه الفترة. وبيوم 24 يونيو حزيران 2025 هذا اليوم إيجابي جدا على فكرة، لأنك بهذه الفترة حترجع تعبي كوبك وتستمتع وإنت عم تتعامل مع حالك ونفسك بكل احترام وإنت عم بتراضيها. بهذا الوقت حتحصل على مصاري وأموال أكتر بإذن رب العالمين، وحتتدلع دلع يا مواليد برج السرطان بحياة عمرك ما تدلعته. قول يا رب واكتب آمين. حيكون كمان في عندك جرأة أكتر وثقة وتتألق أكتر بهذه الفترة. وبيوم 25 يونيو حزيران 2025 في أشياء كتير حلوة كمان حتصير معكم بسبب بيتك الثاني، بيت المال والموارد. بإذن رب العالمين من كمية المصاري اللي راح تجيك يا مواليد برج السرطان راح تحس إنه في حريق بجيبتك وعمل حفرة هذا الحريق. على قد ما رح يجيك فلوس بإذن رب العالمين، رب الخير رح يبعث لك كل الخير بشهر يونيو حزيران، بس احكي يا رب وتوكل على رب العالمين. بتمنى تكون قراءتي لكم مفيدة كانت، استمتعتوا فيها يا مواليد برج السرطان. إذا حبيت الفيديو أعطوني رأيكم بقراءتي اليوم، ورح أرجع أقول لكم مرة تانية هابي بيرثداي إن شاء الله يا رب العمر كله، وكون عمركم كلياته تعيشوه بسلام ورفاهية وكرم وغنى وثراء وعيلة وكل الأشياء اللي أنتم بتحبوها وبتحلموا فيها. وما تنسوا تدعموني بسوبر ثانكس أو شكرا، بكونوا تحت الفيديو جنب الشير والسيف او بتقدروا تحطوا لي لايك لحتى تدعموني بالفيديو، سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد، لانه كل فتره وفتره بطلع لايفات، فضروري جدا تفعلوا الجرس لحتى يوصلكم انه انا طلعت لايف. واذا حابين نعمل قراءات خاصه بتقدروا تنتسبوا لعضويه القناه، بتلاقوا لينك العضويه بصندوق الوصف، واول ما تنتسبوا للعضويه بتلاقوا رقمي الواتساب تتواصلوا معي على الخاص. هلا بقدر اقول لكم للقاء يا اصدقاء.